السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص انتهت الكلاسيكو، انتهت المشادات، انتهت المنازعات في كلاسيكو الأرض. برشلونة وريال مدريد بفوز الأخير 2-1 بعد المباراة العصيبة الممتعة من جانب ريال مدريد. بصراحة برشلونة ما جاش يمين يامال في الضياع، وكله في الضياع بالنسبة لهانز فليك اللي كان قاعد على أعصابه في المدرجات. بصراحة ما كنتش أتوقع هذه الروح المستميتة في الفوز لنادي ريال مدريد في الشوط الأول. الشوط الثاني كان في شكل ثاني لنادي برشلونة، وتضييع بلانتي صحيحة لنادي ريال مدريد عن طريق كيليان امبابي، وتغيير فينيسيوس جونيور والمشادة الكلامية مع الجهاز الفني. ثم بعد المباراة المشادات والمنازعات، يتصدر نادي ريال مدريد الدوري الأسباني 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدي نادي برشلونة. بصراحة في أخطاء دفاعية جسيمة عند هانز فليك ولاعبي برشلونة، لازم يتطوروا الجولات الجاية. انتهت الجولة العاشرة بالتصدر للملكي ريال مدريد. بالنسبة للدوري الإنجليزي الجولة التاسعة بنستكمل بمباراتين النهارده. المباراة الأولى نادي أرسنال بيتفوق على كريستيان بالاس بهدف ميت في الشوط الأول، والصدارة بجدارة للدوري الإنجليزي. بيستفيد من نادي ليفربول، ويستفيد أيضا من سقوط نادي مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدف دون رد. غضب شديد لبوب جوارديولا في الهزيمة القاسية في الجولة التاسعة. مش ممكن بعد سكة الانتصارات المفتوحة وسكة الأهداف الغزيرة لإيرلينج هالاند، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي، بيسقط السقوط الكبير أمام أستون فيلا في الجولة التاسعة. خلاص انتهت الجولة العاشرة بالتصدر لنادي ريال مدريد عن جدارة واستحقاق، وانتهت أيضا الجولة التاسعة من الدوري الأسباني بتصدر الكبير هالا مدريد على نادي برشلونة. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ولايك المتين الحزين لهذه القناة في المضمون مع محمود والكلام في كرة القدم. ما تنساش خليها في ذهنك، خليها في عقلك. اوعى تنسى الدعم المعنوي لهذه القناة. ان شاء الله متابعين مع الدعم المعنوي على الريلزات والفيديوهات في الجولات في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني وفي دوري ابطال اوروبا، ومع الاهلي في كل مكان، ومع المنتخبات العربيه وكاس الامم الافريقيه ودوري ابطال افريقيا والاحداث الكرويه العالميه. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.